خالد. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاك بالخير يا شيخ، وبارك الله فيك ومن امثالك يا رب. وفيك يا رب، وفيك. مرحبا يا شيخ بارك الله فيك. عندي زوجتي مرة تتعب يعني من الأحلام، وتتكرر عليها الأحلام هذه وأنا بديت أقريها هذه الفترة، ولكن هي مرة يعني تتعب وتشتكي من الأحلام إنه عندها نسيان وإنه عندها يعني أشياء تراها في المنام. فلو تكرمت يا شيخ ممكن تكلمها وتفهم منها مزبوط؟ خلها تكلم، يلا. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا لي تقريبا قرابة سنة ما أنام، أحس إني ما أنام، أحلام كل يوم ما تنقطع. لكن الشيء الجديد علي الحين إنه صرت أحلم بشخص ما قد شفته في ذي الأحلام. كل يوم شخص، لكن بلاحظ على نفسي إنه في ذا الشخص ماني خايفة منه، زي اللي بتودد له، أو يعني كيف أقول لك يا شيخ، يعني ماني خايفة منه، منجذبة له، بس أنا عارف إنه مو زوجي. في ذا الحلم أنا عارف إنه هذا الآدمي مو زوجي، فمرة مقلقني هذا الشيء. لا بسيط، لا شيء طبيعي جدا، وهذا الأمر اللي أنت قلتيه مر علي بآلاف الحالات، والحل فيه بسيط جدا. إنه أول شيء نوخر التفكير والوسواس من الشياطين، ونلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد وبالاستغفار، بلا إله إلا الله وبالاستغفار. الشيء الثاني، جيبوا زيت زيتون، لو علبة صغيرة زي كذا، تفتحون الغطاء وتقرأين الفاتحة 7 مرات، وتقرأين آية الكرسي والمعوذتين والكهف والإخلاص والآية 9 في سورة ياسين، والآية 9 في سورة ياسين. وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. بعدين تقرأين الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم، وتنفثين بالزيت وليليا قبل النوم، حاجة بسيطة بين الأيادي، وتسوين زي فرك الرأس كاملا مع الجبين، وتمسحين الصدر، وراح تنقطع الأحلام هذه كلها وكل الأذى اللي أنت فيه بإذن المولى سبحانه وتعالى. واضح؟ يعطيك العافية يا شيخ. استاذ ممكن بس حلم بسيط يا شيخ أنا حلمت فيه. قل. شيخ أنا حلمت بولد خالي، وإني كنت في بيتهم يعني في الديرة وزي كذا، وخالي المتوفي يقول ولده، يقول إن هذه الشتلات اللوز وفي شتلات برشومي وزي كذا، يقول هذه زرعها خالد. يقصدك أنت؟ أي، وإنه ولد خالي يوصف أبوه، يعني يقول إنه يعزك ويحبك طيب تمام. أنت تتصدق وتدعو لهذا المتوفى بالواقع؟ أي نعم. تتصدق دائما، تكثر من الصدقات وتسأل الله أن يبارك لك. نعم، وزوره. وتزور، ويدل على أنه كلامك طيب وتعاملك مع الآخرين. أنت كلامك طيب وأسلوبك طيب مع الناس. يعني لو أحد حتى بينك وبين أحد عداوة، تلاقيك ما ترد عليه بنفس الإساءة اللي هو أسائبها عليك، تحاول تدافع عن نفسك بالتي هي أحسن. يعني ما أنت برجل سيء، صح. ما أنت بسيء أو سليط اللسان، تستحي وتخشى من الكلام السيء. نعم صحيح يا شيخ. عسى الله يبارك فيك، هذه زراعتك أنت، وأسأل الله أن نزرع إحنا وياكم كل خير، ونقطف ونرمي ونتخلص من كل سوء. استودعك الله. آمين. يعطيك العافية يا شيخ، وبارك الله فيك، والله يكثر رزقك يا رب. وإياك يا حبيبي، شكرا. يا شيخ أنا حلمت يا شيخ أنا حلمت إنه أنا كنت ألبس أخواني، وبعدين دخل علينا خنزير، إنه بس مو خنزير عادي، ثاني مرة طوال. وبعدين يومها ولد خالي جاء وكله وخلص الحلم. جاء قبله ولا أكله؟ أكله، بس ما أدري وشو، بسكوت ولا ما أدري. طيب شوفي، خليني أنصحك نصيحة. أنت طيبة باين عليك وصادقة ومتربية صح، والوالدة تعبت على تربيتك والوالد وأنت ما شاء الله عليك. أنتوا من اللي قاعد يرقي منكم؟ في حد قاعد يقرأ القرآن على نفسه ولا كلكم بخير؟ هلا يا بعد راسي واحد، تسلم. أنتوا قاعدين ترقون أنفسكم، تقرؤون على أنفسكم قرآن ولا أموركم تمام بخير؟ لا يا شيخ، إذا جينا ننام شغلنا القرآن، إحنا ما ننام إلا بقرآن. طيب الحمد لله، إن شاء الله لكم بخير وفيكم العافية. شوفي، المنام هذا الخنزير لما يدخل علينا في البيت يدل على أنه في شخص
سيء جدا، شخص انسان سيء جدا يحاول يدخل عندنا في بيوتنا او انه دخل عندنا في بيوتنا. فانت بما انه انت عمرك 13 سنه لا تقعدين في مكان فيه احد غير الام والاب والاخوان، تمام؟ يعني لا تجالسين اي احد من الاقارب غير الاخوان والاب، يعني مثلا ولد خالي، ولد خالتي، ولد عمتي، ولد جدتي، هذول كلهم لا تجلسين في مكان يجلسون فيه الاولاد اللي مو هم باخوانك، تمام؟ او عم او خال يجلسين معك. خلاص؟ إن شاء الله. استودع إن شاء الله. الله. مع السلامة. هذه البنت إيلاف ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها. انا بغيت اطلعها قبل شوي وشفت صوره العرض عندها ما هي كويسه، يعني مو كويسه، صوره بنت يعني عاديه. قلت لها غيري، راحت غيرت وجت. هذا يدل على انها بنت مؤدبه، محتشمه، متربيه صح، امها تعبانه عليها وسمعت الكلام، مع اني انا قلتها مره واحده بس، قلت يا إيلاف غيري الصوره وتعالي. غيرت الصوره وجت. فشكرا لها وشكرا لامها في البيت اللي ربتها التربيه الطيبه هذه، انها تسمع الكلام وتنفذ. اسال الله ان يحفظها ويحفظ الشباب وبنات المسلمين اجمعين. سلمت يا وهايب، اسال الله يبارك فيك ويكتب اجرك. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب، مرحبا يا محمد. ماجد العنزي، الحين محمد وماجد العنزي تطلعون ان شاء الله. كوفي او كوفيا، ما ادري والله شو اسمه. نعم. كثرة التثاؤب، كثرة نوم، مو بشرط يكون في شيء. يلا 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 اللي على انا المسكينة. المصيبة اللي احنا نعاني منها يا جماعة الخير انه تودي قطع الاتصالية ودي اقطعه، انه كل شوي انتم تقولون والله استغفر الله العظيم، ما ودي ازعلكم. وانا البارح قلت لكم اقروا الآية 5 والآية 28 في سورة يوسف، واجيكم اليوم اقول لكم فيكم وفيكم. لك يا خالد. فوق. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حلمت تقريبا قبل أسبوعين، حلم مو طويل. حلمت إني في غرفة بيضاء صغيرة كذا، وحنش أصفر يدور علي وأنا في النص. بس كذا. كيف صلاتك؟ والله الحمد لله، يعني إن شاء الله. عندك مشاكل بالباطنة، داير مدار بالخصر أو شيء بالصدر أو كذا ولا ما في؟ لا، ما أعاني من شيء. كشفت طبيا ولا ما كشفت؟ لا، عندي مشاكل في الطول بس، وقاعد أنا أتعالج منها حاليا بس. نعم، هذا دليل على أنه أنت تحتاج إلى مراجعة طبية، وبمشيئة الله راح تكون تنفع معك. المراجعة الطبية اللي أنت قاعد تسويها هذه راح تنفع معك، لأنه ربما يكون فيه هم أو خوف أو قلق، أنت متوتر أو خايف من أمر، وهذا الشيء ما راح عنك، لا زال يدور عليك هذا الهم. أي صح. بيزول بإذن الله سبحانه وتعالى وتعالج، فيدل على أنه بمشيئة الله راح تستفيد من علاجك. أنا قاعد أتعالج الحين أصلا. تستفيد من علاجك، ولا يهمك القصر والطول. ترى الرجال ما يقاسون بالأطوال ولا يقاسون لا، هو أنا عارف نقص زائد يعني. أنا عارف، حتى لو طولك 10 سنتي أنت رجال لعلمك. يعني ترى والله العظيم، خذها اسمع، ترى نص فرسان العرب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قصار القامة، نص الفرسان كانوا قصار القامة. كم من واحد طويل ما ينفع، كم ما ينفع. أنت سوي اللي تستطيع عليه، بس أنا بقول لك، أنا بعطيك نصيحة لله سبحانه وتعالى، أنت سوي اللي تستطيع، اللي تقدر عليه. أما أنه أنت تعيش في حالة رعب وفي حالة هموم وأحزان، أنه أنا والله مثلا طولي 140 أو 150 أو 110 أو عادي، وش المشكلة؟ راح تعيش حياتك طبيعي، وراح تتزوج طبيعي، وراح تنجب طبيعي، وكل شيء طبيعي، وتعيش حياتك وتكبر وتنتهي وتروح من الحياة طبيعي جدا. فلو زاد في الطول شوي مرحبا، ما زاد لا تقلق ولا تحزن، فكل إنسان له صفة وكل إنسان له ميزة وله عيب.
حتى اللي طويل تلاقي عنده عيوب اخرى يبغى يتخلص منها. اسال الله ان يبارك فيك، واسال الله العظيم ان يرزقك طيب ما يا شيخ، تتمناه. نعم. الشيخ ابغى التفسير. وش التفسير؟ فسرت لك اياه، قلت لك انت عليك هم يدور وعندك مشكله جسديه تبغى تتخلص منها، هذا الثعبان الاصفر. خلاص يلا شكرا. مرحبا. والله الواحد شوف، الواحد لما يطلب في الشيء مره ومرتين يا حالاته يجي منكم، يا حالاته يجي منكم بدون ما اطلب. لكن اقول والله لا شو اسمه، حسابك خاص يا ام الامارات. الذيب الرمادي، الذيب الاسود، الذيب الابيض، الذيب الكحلي، اي ذيب، اي ذيب شكرا صح كلامك انت بعد. اي ذيب ترونه في المنام يعتدي، هذا شخص مقرب، شخص بعيد عنكم يؤذي، شخص بعيد يؤذي. الكلاب كذلك، الكلاب إذا اعتدت وآذت تدل على اعتداء من الشيطان. أما الذئب فيشير إلى دائما إلى الإنس، يشير إلى الإنس المؤذي من الناس. يعني لو أحد منكم شاف ذيب في بيته فليحذر من هذه الرؤيا، ربما يكون في شخص مخادع مراوغ وصل إلى المنزل للإيذاء. مرحبا يا وهاب. تسلم يا وهايب، بارك الله فيك ورزقك من حيث لا تحتسب. نورت مكانك، مش هالمرحبا. اللي يجيه طلب بس الله يكتب أجرك يا وهايب، الله يكتب أجرك ويبارك فيك ويبارك لك. فيصل أقدر أقفل صوت الهدايا تماما، بس بالعكس خلوا يحرككم يصحيكم زي المدرسين زمان، أول ما نغفل لين يصحصحون الطلاب كلهم. وسبحان الله ما يجي النوم إلا في حصة القرآن. أول ما ندخل في حصة القرآن نص الطلبة نايمين، كلنا نايمين، حتى أحيانا المدرس يرقد معنا. نشوف منامات، نحلم حلوم. يعني لو في مفسرين ذيك الأيام كانت تلقى الواحد يصحى من النوم، يا شيخ أنا شفت منام. متى؟ قال في حصة القرآن اليوم. نوم خاثر ما عاد ندري حنا في المدرسة ولا في البيت. مرة زمان فيه مدرس من غير الجنسية السعودية كان يدرسنا حصة القرآن، كان جدا هادي وطيب إلى أبعد حد. في واحد من الشباب الله يذكره بالخير، والله ما أعرف هو حي ولا ميت ولا وين، الله يذكره بالخير، كان إذا جت حصة القرآن نسمع يشخر من النوم. قاوم باقي عن الحصة، كانت الحصة الأخيرة باقي يمكن 5 دقائق 10 دقائق عن الخروج من الحصة ونطلع نمشي. بس تعرفون الطلبة أول ما يطلعون وأصوات وصلقع قبل نهاية الحصة بشوي رقد، طقها نومه. المدرس قام يمزح معنا، قال اسكتوا خلوه. وخلصنا الحصة حقتنا، قال اطلعوا بهدوء، خلوه ينام. طبعا ما راح يخليه، بس بيخليه نطلع كل الطلاب مرة تماما ما يبقى حد، بعدين راح يصحي. وبالفعل هذا اللي حصل. بعد ما خلاص طلعوا الطلبة كلهم اللي في الحوش واللي قد تعدى الباب المدرسة واللي يعني لا زال يمكن في 2-3 الحوش، رجع المدرس عنده ووقف عند راسه. أول ما فتح قال زملائك راحوا بيوتهم تغدون، أنت ايش بخليك في الفصل؟ تخيلوا أنه تقريبا أكثر من 10 حصص أو أكثر حتى اللي بعد الحصة هذه ما رقد إطلاقا، ما صار يرقد إطلاقا، ظهر صار يطلع أخضر بدون سكر عشان يصحصح معنا. فصام عقله. الله يجمل حالك يا وهايب ويكتب أجرك. أحسنت يا إلاف.